بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة برنامج الكورة مع العشر. مبروك النقطة يا معتمد. رسميا الزمالك يتأهل إلى دور الثمانية في الكونفدرالية، وأول فرقة صعدت برصيد 10 بونت قدام فريق ميت. عارف انت المثل اللي بيقول لك عيان بيلعب ميت؟ اهو ماتش النهارده كان كده، عيان بيلعب ميت. من العيان ومن الميت الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض. مفيش في الملعب غير احمد سيد زيزو بس، والراجل مش هيلعب لك يمين وشمال ودفاع ونص ملعب وهجوم. طيب الكابتن المفتكس بتاعنا معتمد بيه جمال اللي اخترع ماتش مصر وخد فوق دماغه، النهارده برضه دخل اخترع، عمل تشكيله زفت وعمل تبديلات انيل من التشكيله. طيب بدأ بمين؟ عشان ما حدش يقول لي انت بتهاجمه وكنت بتطبل له وكنت بتدعمه. انا الزمالك وقدامي فرقه ميته وفي ايدي حلول. انا عندي لعيبه في درجه ثالثه احسن منها، بس هو خلاص ده واقع قدامي اكمل بيه لحد شهر واحد. زي ما قلنا خلاص القيد اتفك، وخلاص في الرتوش الاخيره، وخلاص فتوح هيجدد، وخلاص في صفقات جايه. طب ليه لحد دلوقتي مستمرين بمعتمد؟ هاتوا مدرب اجنبي كان يلعب ماتش النهارده او يتفرج على ماتش النهارده. هاتوا مدرب اجنبي يلعب ماتش سيراميكا اللي في اول السنه يوم 3/1، ويلعب البطولتين الوديتين اللي في الامارات ودبي، ويشوف الفرقه ويشوف الصفقات الجديده اللي هتيجي، والراجل يبقى عارف هيلعب مين. لكن معتمد جمال ما ينفعش يبقى مدير فني ماتش سيراميكا الجاي، ما ينفعش، ما ينفعش باي حل من الحلول. انا شايف نجيب مدير فني اجنبي كامل بجهازه، مدرب مساعد بمدرب اجنبي انا اسف بمعد بدني بمدرب حراس بكل حاجه، واسيب معاه واحد مصري مع الدكتور محمد اسامه بس. والمين المصري؟ هما اتنين اللي ينفعهم مع اللعيبه ديت، امير عزمي مجاهد او احمد عيد عبد الملك، واللي عنده راي تاني يقوله. انا شايف دول انسب اتنين يبقوا موجودين في الجهاز الفني، يا امير عزمي مجاهد يا احمد عيد عبد الملك. غير كده مفيش حد تاني يستحق انه يكون واقف على الخط مع مدير فني اجنبي ويكون عنده دم وبيحب الزمالك ويمتي التيشيرت. ما شفتش اتنين زملكاويه زيهم عندهم نفس الانتماء والحميه في الملعب وواقفين على الخط يزلزلوا اي لاعب قدامه. لكن معتمد جمال في حط صبع في بقه، ما تجيبوا شوقي غريب يدرب معاه بالمره، ما افتكاسات بقى، هي دي افتكاسات. فديت انا مش فاهم يعني. معتمد جمال ما ينفعش يكمل باي شكل من الاشكال. البيل قبل النهارده عواد في حراسه المرمى محمد عبد الشافي اللي بيقدم اداء عظمه، ما ينفعش اتكلم عليه. قدام محمد عبد الغني اللي ما عرفش بيلعب كره قدم لحد دلوقتي، حمزه المسلوسي اللي يشكر انه بيلعب مكان مش مكانه، عمر جابر اللي نوعا ما كويس وشايل وسدد الخانه ديت. نص الملعب ثلاثه ما ينفعوش جنب بعض اصلا، رؤى ودونجا والسيسي، الوحيد اللي فيهم عنده دم وعنده روح هو دونجا، غير كده مفيش حد تاني عنده اي حاجه. قدام ملعب لي زيزو وناصر منسي والجزيري. طب ناصر منسي ما بيجريش اصلا، ضعيف، العابه شمال، يعني انا مش فاهم يعني العابه شمال، انا كده بوظت الدنيا يعني، انت فاهم؟ طيب الشوط الاول يعني ولا عارف تمسك كوره، وما بتمسك كوره الدنيا بايظه معاك. طيب انت هتعمل تبديلات في الشوط الثاني، طب ايه التبديله اللي تعملها يعني تظبط الدنيا؟ يا اما اسحب ناصر منسي وانزل شيكابالا يشغل لي الجزيري، لكن انا سحبت الجزيري ونزلت شيكابالا، فبرافو يا كابتن معتمد، تبديله حلوه وكويسه. عملت لي انت بعدها خرجت لي ناصر منسي بعد ما شيكابالا اداله كورتين وحركه، وناصر منسي ضيع كورتين من لمسات شيكابالا اللي المفروض شيكابالا كان يلعب من البدايه ما يبقاش قاعد دكه. تمام، المفروض شيكابالا يبقى يلعب من البدايه ما يبقاش قاعد دكه. حرك لي الجبهه اللي قدام، ناصر منسي اشتغل ضيع له كورتين عن طريق شيكابالا. انا راح اعمل ايه بقى؟ بدل ما انزل مثلا نيمار ولا انزل اوباما ولا انزل عبد الله جمعه ولا انزل سامسون يدعموا الحته اللي قدام، لا قمت راح ساحب ناصر منسي ومنزل عبد الله جمعه. طب مين المهاجم يا كابتن معتمد؟ ما اعرفش بقى اعمل له انت عايزينه في الملعب. ما انا مش عارف مين مهاجم، زيزو ولا شيكابالا ولا عبد الله جمعه ولا مين بالظبط، فانا مش فاهم. خرجت لي السيسي في 5 دقايق ونزلت له اوباما. طب كنت بدل تبديله عبد الله جمعه نزل اوباما، على الاقل هنقول اوباما هيلعب مهاجم شويه. لكن مفيش يعني تبديلات يعني بجد مش عارف اقول ايه، والواحد محروق دمه. احنا صعدنا واحنا اتأهلنا وعارفين ان البونت هيأهلنا، ولكن مش ده مستوى نادي الزمالك. الزمالك محتاج زمالك، محتاج زمالك ومحتاج لعيبه ومحتاج مدير فني عنده دم ومحتاج واحد يكون
فاهم يعني ايه نادي الزمالك بجد. الزمالك له جمهور، الزمالك له جمهور. فيا مجلس الاداره لحد دلوقتي مفيش اي وعد من الوعود اتنفذت بنسبه 50 70%. بس ده كل اللي اقدر اقوله، ده كل اللي اقدر اقوله يا كابتن حسين. مفيش اي وعد. انت قلت زيزو مش للبيع، اليومين دول في كلام ان زيزو هيتباع. ليه؟ انا مش فاهم يعني في ايه بجد. يعني صحفيين بيهبدوا، ماشي يا عم احنا هنبقى بنهبد. طب تويتة ممدوح عباس ليه؟ حد يشرح لي تويتة ممدوح عباس ليش معنى نزلت النهارده؟ وزيزو مستمر هذا العام على مسيرته الشخصيه. طب هذا العام يا عم ممدوح يلا اصلا انت بتموت، هذا العام لحد كمان 10 ايام، ولا هذا العام لنهايه السيزون، ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. زيزو ما يمشيش تبقى كارثه لو زيزو مشي. لما هاجمنا مجلس مرتضى منصور علشان يتقال هنبيع فتوح وزيزو، مرتضى منصور الكل هاجمه. هنيجي دلوقتي نفكر نبيع حد يبقى كارثه. احنا شكرنا الاستاذ عمر الجنايني وعيله العدل تدخلوا في مشكله فتوح، وفتوح خلاص هيجدد. يبقى فتوح وزيزو، اجيب محمد شكري بتاع سيراميكا، واجيب عمر كمال عبد واحد، واجيب لعيبه. يعني انا فتوح بدل ما استخدمه باك ممكن اقدر استخدمه 8، هقدر يفيدني قدام. فتوح بيلعب كوره حلو، فتوح مهاري في الكوره، بالعربي كده كوره شوارع، فهقدر استفيد بيه بنص الملعب. في عقل شويه يا جماعه بجد، لازم يبقى في عقل. ويعني اللي مش قد الكرسي يروح، اللي مش قد الكرسي يروح، واللي مش قد نادي الزمالك يروح. وانا شايف الجهاز الفني ده كله ولا يفقه اي شيء في ميه المخلل. بعد اللي شفته في ماتش المصري وماتش النهارده، انا ما عنديش جهاز فني وما عنديش لعيبه، اللي هم 3 4 لعيبه بس هم اللي في نادي الزمالك. وشكرا على كده يا كابتن معتمد بجد. خلي عندك دم، خلي عندك دم وقدم استقاله، خلي عندك دم وقدم استقاله. مش عمال تدير على القنوات واي واحد من لعيبه نادي الزمالك يتكلم عليك القديمه تكلمه وتقول له ما تتكلمش عليا. وطبعا انت فاهم احنا بنتكلم على مين، وتكلم المعد بتاع برنامج مش عارف ايه، ما تخليش فلان يتكلم عليا. انا مش عايز اقول اسماء احتراما للناس اللي قالت لي الكلام ده. فيا كابتن معتمد ما تفكرش نفسك فزلوكه، في احسن منك بيدرب احسن منك. انت ماسك الزمالك مش ماسك المقاولين، ولا مع احترامي للفرق التانيه. انت طول عمرك مساعد، وانت جيت علشان انت صاحب كابتن احمد سليمان، فدي معروفه، وجيت ونجحت وكلنا سقفنا لك. لكن هتفتكس مع السلامه غور، ايا كان مين اللي جابك. بس وكل اللي اقدر اقوله يا اداره الزمالك، الزمالك محتاج مدير فني اجنبي في اسرع وقت يجي ويمسك ماتش سيراميكا او يتفرج على ماتش سيراميكا. بس مش معتمد جمال اللي يدير الماتش، اي حد تاني. واتمنى تاني وتالت ورابع يا امير عزمي مجاهد يا احمد عبد الملك يكون في الجهاز الفني الجديد. وشكرا على كده، وده كلامي خلص. واخيرا معتمد جمال لا يصلح ان هو حتى يبقى مدير فني 2005 في نادي الزمالك. الى اللقاء.